صباح الخير بالليل على حسب توقيتكم. طب تصدقوا بقى ان دي مسقعة باللحمة المفرومة؟ والله زي ما بقولكم كده مسقعة باللحمة المفرومة بس بشكل جديد ومختلف، بتبقى طالعة كده شكل الوردة زي ما انتوا شايفينها كده، وشكلها بيبقى شيك جدا على اي سفرة، يعني هتشرفك في اي عزومة، بتبقى طعمها لذيذ جدا. غير بقى طريقتها سهلة جدا جدا بجد، مفيش اسهل منها، وكمان موفرة جدا واقتصادية، وبربع كيلو لحمة بس هتعملي كمية كبيرة جدا، يعني شغل فاخر من الاخر واختراع يا كوتش. لو اول مرة بقى تتابعوني ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا نشوف هنعملها ازاي. اول مكون معانا وهو البتنجان، هنحتاج بتنجان رومي بس يكون طويل بنفس الشكل ده، مش عايزينه مدور علشان يدينا شكل الوردة في الاخر. هنبدأ بقى نقشره بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، بالطول كده بنقشر، وبعدين بنسيب مسافة ونقشر الحتة اللي جنبها، يعني تكون حتة بيضة وحتة سودة بنفس الطريقة ديت علشان يبقى مخطط معانا ويدينا شكل الوردة في الاخر. وبعدين هنشيل الجزء الاخضر والجزء اللي هو من تحت ده، وهنبدأ بقى نقطع البتنجان كده بسمك ما يكونش رفيع قوي، علشان لسه البتنجان لما يدخل الفرن هيكش معانا شوية. وبعدين نبدأ نقور بقى البتنجانة كده بمعلقة بنفس الطريقة دي، ونخلي بالنا علشان ما نوصلش لتحت والبتنجانة تتخرم. وده الجزء ده بنشيله طبعا علشان نحط مكانه اللحمة المفرومة. وبس كده يا جماعة، كده البتنجان هيبقى جاهز معانا، وهنحطه بقى في مية بملح ومعلقة كده من الخل عشان ما يسودش، لحد بقى ما نجهز الحشوة، وكمان نجهز التتبيلة بتاعته. والبهارات اللي هنستخدمها هي معلقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر، بهارات اللحمة، وربع معلقة صغيرة من الشطة، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود والكزبرة، وربع معلقة صغيرة من الحبهان المطحون، وكمان معلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الزعتر، ومعلقة كبيرة من الملح. وهنقلب التوابل دي كلها مع بعض علشان دي بقى اللي هنتبل بيها اللحمة، وكمان هنتبل بيها الصلصة اللي هنحطها على البتنجان. بس لو اي نوع من التوابل دي مش متوفر عندك تقدر تستغني عنه. بعد ما قلبت بقى التوابل كلها كده مع بعض، هحضر دلوقتي بقى الصلصة اللي هحطها على البتنجان. عندي معلقتين كبار من صلصة الطماطم او معجون الطماطم، وربع كوباية من المية، وضفت لها بقى معلقتين كبار من خلطة التوابل اللي عملناها مع بعض، وهحط عليهم معلقتين كبار من الزيت، ومعلقة من الخل، ومعلقة من عصير الليمون، ومعلقة كمان من الكاتشب، ولو مش متوفرة تقدري تستغني عنها. وبس كده، هي دي بقى الصلصة اللي هنتبل بيها البتنجان. وتعالوا عشان نحضر اللحمة المفرومة. عندي ربع كيلو من اللحمة المفرومة، وعليها بصلاية مبشورة او متقطعة صغير جدا، وكمان شوية صغيرة جدا من البقدونس المفروم واخدين منها الورق بس، وفصين من الثوم مفرومين. وهنحط عليهم بقى باقي الخلطة بتاعة التوابل اللي كنا عاملينها وشايلينها على جنب، وهنقلب بقى كل الحاجات دي مع بعضها كده لحد ما تتكون معايا عجينة كده متماسكة واقدر اشكلها بايدي. فهبدأ بقى دلوقتي اعجنها كده بايدي كويس جدا لحد ما تتماسك معايا كل المكونات، وتبقى عبارة عن عجينة كده اقدر اشكلها بسهولة زي طريقة الكفتة بالظبط، يعني كأنكم بتعملوا كفتة. وممكن كمان بدل ما تستخدموا ايديكم تحطوا المكونات دي كلها مع بعض في الكبة وتضربوها ضربتين كده لحد بقى ما كل الحاجات دي تندمج مع بعضها كده. بس بصراحة هي مش مستاهلة ومبتاخدش وقت. وبعدين هنبدأ بقى نكور اللحمة بتاعتنا كده كأننا بنعمل كفتة داوود باشا بالظبط. هنبدأ بقى كده نبل ايدينا من المية. انا حاطه طبق جنبي فيه مية ببل ايدي بيه كده، وبعدين باخد شوية كده من اللحمة وابدأ اكورهم بايدي بنفس الشكل ده. وعايزين بقى حجمها ما يكونش كبير قوي، يعني قد الليمونة الصغيرة كده، يعني عشان تبقى مناسبة كده للتقويرة اللي احنا عملناها في البتنجان. وطبعا احنا بنكور اللحمة على قد عدد البتنجان اللي عندنا، يعني بنعد البتنجان قد ايه ونعمل العدد على قده بالظبط. هنا بقى جبت صينية اللي هدخلها الفرن، واحط فيها شوية كده من الصلصة اللي احنا عملناها، وبعدين هرص البتنجان كده زي ما انتوا شايفين لحد بقى ما نحط كمية البتنجان كله. وطبعا عايزة اقول لكم لو لقيتوا فيه كده حتة مفتوحة في قلب البتنجان ممكن تضيفوا لها حتة من التقويرة اللي انتوا طلعتوها من البتنجان نفسه علشان تقفلوا كده الفتحة
وبعدين بقى جبت الصلصة، هبدأ بقى ادهنها كده بفرشة على كل بتنجانية كده او ممكن بمعلقة، علشان طبعا البتنجان ياخد من طعم الصلصة. وبعدين بعد ما نخلص كده بقى وندهن البتنجان كله، هنبدأ دلوقتي نحط اللحمة بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. شايفين هنا بقى اللحمة يا جماعة حجمها مش كبير قوي على البتنجانة، هي يدوب على قد البتنجانية والفتحة اللي احنا عاملينها. هنبدأ بقى نظبطها شوية كده بايدينا، يعني ضغطة خفيفة قوي. وبعد ما نخلص بقى هنجيب باقي الصلصة اللي كنا متبلين بيها البتنجان، وهنبدأ كده نحط على وش اللحمة كده معلقة بنفس الطريقة ديت يا جماعة. هنحط على كل واحدة كده معلقة واحدة علشان اللحمة تتغطى معايا بالصلصة. وبعدين هغطيها بقى بورقة فويل وهدخلها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة. وبعد ربع ساعة فتحت عليها واختبرتها بالشوكة، لو لقيتوها لسه مستوتش رجعوها تاني الفرن 10 دقايق، ولو لقيتوها استوت يبقى خلاص كده. انا هنا طلعتها من الفرن بعد ربع ساعة ورجعت حطيتها يجي 10 دقايق كمان، واختبرتها تاني بالشوكة لقيتها استوت وبقت دايبة جدا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا البتنجان كش شوية عن قبل ما يدخل الفرن. هبدأ بقى اجيب شوية كده من الجبنة الموتزاريلا واحطها كده على وش اللحمة، وبعدين هدخلها تحت الشواية لمدة 5 دقايق او حتى كده لحد ما تاخد لون والجبنة تسيح. وده بقى شكلها بعد ما خرجت من الفرن. شايفين يا جماعة الحلاوة؟ شايفين بقى مستوية ازاي؟ بصوا شوفوا بقى جوسي ازاي وطرية قوي، بتنجان دايب واللحمة مستوية جدا. شايفين؟ بصوا بقى الجبنة سايحة ازاي وبتمط معايا، واللحمة مستوية جدا. بجد يا جماعة وصفة تحفة بجد بجد، لما تجربوها هتنبهروا بطعمها وشكلها شيك قوي قوي في التقديم، وبتبقى حلوة قوي في اي عزومة، وكمان فكرة جديدة ومختلفة. يعني كل اللي هيشوفها هينبهر بيها بجد. وطبعا محدش هيصدق ابدا ان دي مسقعة باللحمة المفرومة عادي جدا. شايفين يا جماعة طلع شكل الوردة ازاي؟ طبعا بسبب الخطوط اللي احنا عملناها، بعد ما بتستوي كده بتكش شوية فبتديني كده شكل الوردة زي ما انتوا شايفينها كده. وكمان القطعة متماسكة كده مش مهرية ولا حاجة، وكمان دايبة قوي قوي. يعني اول ما بتحطوا كده القطعة في بقكم بتدوب بسرعة جدا يا جماعة. واحلى حاجة بقى انها سريعة ما بتاخدش وقت وموفرة، وبربع كيلو لحمة عملنا الكمية اللي انتوا شفتوها دي، وبجد لذيذة جدا جدا. جربوها بقى واتمنى تعجبكم. لايك بقى لو عجبكم الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناة وكتروا الشير، واشوفكم على خير.